السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ أم زياد البسيط والمجرب. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، أموركم طيبة ومخصكم تا شي خير وعواشركم مبروكة، وإن شاء الله كل رمضان وانتم بخير وعلى خير. دخل علينا إن شاء الله هاد رمضان بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو إن شاء الله لكم ولوليداتكم ومعز عليكم إن شاء الله يا ربي. بمناسبة الدخول ديال شهر رمضان المبارك، نقترح عليكم سلو اللي مازال ما صايبات السفوف. نقترح لك الطريقة ديالي كيجي زوين وبنين بزاف بطريقة سهلة، ونتبعوا معايا المراحل ديال هاد الوصفة هذه اللي غنية على التعريف واللي لابد منها في الطبلة ديال الفطور ديالنا وعند كل المغاربة. وان شاء الله تستافدوا ولو بشي حاجة بسيطة من هذا الفيديو هذا. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو. بسم الله على بركه الله. غنبداو باول حاجه، بديت بالجنجلان. كنشدوه ضروري كنغسلوه كما كتشوفوا، كنغسلوه كنسقطروه مزيان. بحال مثلا غسلته انايا دابا في الليل وخليته في هذيك الغربه ليله كامله حتى نشف من الماء، والصباح درته في واحد الطاوه في واحد الصينيه ونشرته. هذا بالنسبه كنهضر بالنسبه للمبتدئين مبتدئات اللي يلا غيديروا سلو هذا العام. فالطريقه كنشد بانيو كندير فيه جنجلان وكنكب فيه الماء صافي، وكنبدا نكب في الغربال ولا الصفايه ولا هذه. المهم كنبدا نكب داك الفوقاني اللي كيهبط، هذاك هو اللي مزيان. يعني كنبقاو نكبوا الماء، كنكبوا شويه من هذاك الماء الفوق وكنعاودوا نكبوا الماء وكنخويو في الغربال وكنديو ثاني في الماء، كنبقاو نخويو بشويه بشويه يعني باختصار صافي حتى كيبقى لينا داك الحجر لتحت وصافي. داك التحتاني كله كنخليوه كنعزلوه بوحدو، كنصفيوه بوحدو في شي صفايه اخرى باش كيتنقص علينا شويه تماره ديال باش نقيه. المهم هذيك كملاحظه يعني بالنسبه أو سمحوا لي ما صورتش معكم المراحل ديال الغسل حيت حتى هي كتختصر لينا بزاف ديال بحال هكا باش نقيو باش ما كيعذبناش. صافي قلت لكم كما قلت لكم في الاول، صافي كنديروه في شي صينيه وكنحطوه ولا لاطا ولا هذا وكنحطوه في الشمس كيبقى حتى كنمسو، كنلقاو مره كنحركو حتى كنلقاوه راه نشف مزيان. صافي كنقيوه كما مني قلت هذيك الطريقه اللي قلت لكم ديال الغسيل كتخليه ما فيش تنقيه بزاف. المهم ها هو هنا بعد ما درتو في الشمس صافي هنايا بعد ما يكرمل ينشف مزيان صافي غنقيه ونخليه جانبا حتى ندوز نوجد باقي المكونات. هذا السفوف هذا درتو بدقيق بالقمح صاين. يعني خديت هنا كيلو ديال بالنسبه للجلجلان عندي 2 كيلو. بالنسبه لهذا القمح صاين هكا يعني ما مطحونش، كناخذوا بحال هكا كيلو حتى هو كنغسلو كنشفو وكنقيه حتى كينشف صافي كنقيه وكنحمرو هكا كنطحنو عندي في المولينيكس هذيك ديال العطريه، اولا اللي عنده شي طحانه زعما مجهده ولا هذا كطحن مزيان راه تنفعو مزيانه. المهم انا طحنته غير بهذاك الكاس الصغير ديال المولينيكس ديال الخلاط. صافي هنا بعد ما كنطحنو كنغربلو مزيان باش ما يبقاش لينا حرش، باش السفوف ديالنا ما يجيش حرش. صافي هنا غربلتو بالغربال الرقيق، غربلتو مزيان وعاودت غربلتو 2 مرات وانا كنغربلو ولا 3. المهم تاكدوا انه ولا رطب. صافي راه كيجي بنين بهاد القمح هكا. صافي ها هو كما شفتوا في هذاك التصويره بعد ساليتو في التغربيل. هنا الفورص دقيق الفورص هنا خديت كيلو حمرته. هنا مني غادي نحمر هذا الكيلو ونص باش بقات ليا فيه كيلو، حيت ملي كتعرفوا ان الفورص ملي كيتحمر كيتنقص حتى القمح راه داك الكيلو اللي درت تقريبا بقات لي شي كيلو الا ربع ولا نص كيلو فايته شويه صافي. وهنا بالنسبه للفورص راه بقى ليا كيلو محمر. نص كيلو راه مشى كما كنقول كما كتعرفوا راه الفورس كينقص مع التحمار. صافي اذا في المجموع عندي كيلو ونص تقريبا بين قمح وفورس دقيق الفورس. صافي هنا بعد ما جيت للجنجلان نحمرو في الفران، نديرو في طاوه الفران وندخلو الفران ونخليه نحمر بشويه عليه نقص عليه
ونخليه حتى كيتحمر، ما تحرقوش، المهم يتحمر شويه صافي وكتحيدوه. بالنسبه للوز انا قسمت درت نص كيلو، عندي كيلو ديال اللوز درت نص كيلو. سلقته وغادي نقليه نفسخو نقليه. ونص كيلو درتو في الفران، مسحته ودرتو في الفران في اللاطه. وعندي هنايا كيلو تكاوكاو، نص كيلو درتو مع اللوز كيتحمر، ونص كيلو حتى هو غادي نقليه. الزبده عندي نص كيلو هنايا حتى هي غنشدها غندوبها حتى تولي ليا بور نوازيت، يعني فيها تولي ماغون شويه وتولي ريحتها زوينه بحال فيها ريحه النوازيت، يعني كتولي مبقاش فيها يعني ما كيبقاش فيها داك اللبن ديالها. وكنصفيوها باش كنخلطو صافي. هنا بعد ما طحنت صافي كنسالي داكشي كامل اللي قلت لكم، كنقلي سمحوا لي المقطع ديال القليان ديال اللوز هذا ما عرفتش فين مشى ليا، قلبت عليه مع قوه فيديوهات ما عرفتش. المهم كنطحنو مزيان. داك النص ديال الجنجلان كنطحنوه حتى كيطلق لينا الزيت. واللوز حتى هو النص اللي درنا في الفران كنطحنوه مزيان. وداك الكاوكاو حتى هو اللي درنا في الفران كنطحنوه مزيان، يعني كنخليهم حتى كيطلقوا. وعندنا هنايا 4 المعالق ديال النافع، 4 ديال حبه حلاوه، واحد 3 ديال القرفه، وشويه المسكه الحره. هنايا هذه النص ديال واحد شويه ديال الجنجلان تقريبا رابعه، مع اللوز داك اللي قلينا كنخليوهم هكا مرمشين، كنضيفهم في الاخير صافي. هنا ضفت ديك الزبده ودرت هنا الدقيق، ودرت نص كيلو، ماشي نص كيلو ما كاملش، رابعه شي زايده شي شوي ديال السكر كلاصي صافي، باش غنخلط هذا الشيء ديال هاد المقادير كلها صافي. كيبغي العريك صافي. هنا بعد ما خويت الزبده وهذيك صافي كنبقى نعرك، كنقص اللي ما عندكمش العجانه كتنقصي بشويه بشويه وكتعركي مزيان صافي حتى كيتعرك. وكنضيفوا ليه داك اللوز والجنجلان اللي بقى اللي شفتوه مهرمش صافي. هذا هو السلو ديالي صافي كيكون واجد. المهم كيتسدلك مزيان، اللي عندكم العجانه راه غتنفعكم، كيتسدلك مزيان صافي حتى كيولي لنا طالق لنا الزيت. وهو هذا هو السلو ديالي. ومع طريقه الاحتفاظ نفس الطريقه اللي قلت لكم ديال الشباكيه، حتى هو كندير ليه نفس الطريقه. كنحطهم بحال هكا في هاد اللي باغكات هادو، وكنسد عليهم وكنديرهم في المجمد. كنجبد بالوحده فين ما تسالي شي وحده كنجبد وحده صافي كيبقى زوين، يعني ما عندكم مناش تخافوا منه، يعني ما تيخسر ما تيغمل ما والو، تيبقى ليا مزيان على طول العام. المهم هذا بالنسبه كفكره اللي بغات تحتفظ به. اما اللي بغات تاكلو راه غديرو في السطل، اللي بغات تاكلو زعما في هذا الشهر هذا راه ما يخسر ما والو، غديرو في السطيل ولا شي سوبيره صافي وغادي يبقى ليها مزيان. وهذا هو السلو ديالي. ان شاء الله نتمنى نكون فدتكم، ونتمنى تعجبكم طريقتي في تحضير السفوف. وان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعاليق كيف جاتكم، وبالصحة والراحة. وإن شاء الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحة وبالسلامة، وباش ما تمنيتوا نتوما وليداتكم ومعز عليكم. وبقاو معايا دائما باش توصلوا بالوصفات ديالي. ديما ديروا لي لايك باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. ان شاء الله ما غاديش نغبر عليكم، غنبقى ديما نلوح لكم الوصفات ديالي، ونتمنى تجربوهم باش تشوفوا واش زعما صادقين ولا لا. يعني انا راه ما تنحط هنا شي وصفه الا وانها حتى كتكون صادقه 100%، يعني ما نقدرش نحط شي حاجه وهي ماشي. نتمنى نكون فدتكم، وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وبلي لايك وبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده على الناس وعلى المبتدئين. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. تبقاو على خير.